بما ان النهارده على البحر حبيت ان انا استغل الجو الحلو ده واعمل لكم فكرة جديدة ومختلفة، وانا اصلا بحب شاطئ البحر جدا والقواقع والتفاصيل الصغيرة اللي بنشوفها على الرملة، فقلت ليه ما اخليش الفكرة النهارده مستوحاة من المكان اللي انا بحبه ويكون معايا قطعة من البحر كده صغيرة تفكرني بالاجواء الحلوة اللي انا عشتها عليه. وعشان كده قررت ان فكرة النهارده تكون كده مجنونة ومستوحاة من شاطئ البحر، فقررت ان انا احول برطمان عادي لمنظم شيك على شكل شاطئ البحر، ننظم بقى فيه فرش الميك اب او اقلام الدراسة او اي حاجة انتوا تحبوها. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا عملنا المنظم القمر ده ازاي خطوة بخطوة، ودي فكرة رقم 9 من سلسلة 10 افكار ممتعة وسهلة من البايب كلينر. ولو انتوا لسه اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي انزلوا حالا اشتركوا فيها وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه، واعملوا لايك حلو زيكم. ويلا بينا على الادوات. اول حاجه هنحتاج برطمان ازاز باي حجم انتوا تحبوه، انا اخترت الحجم ده كده عشان اعمل بيه المنظم بتاعي. وجبت كده شويه اكسسوارات كده تخص البحر، جبت شويه نجوم كده ولؤلؤ ابيض ولبني وكمان قواقع كده وصدف من على البحر علشان خاطر ان احنا نزين بيها المنظم بتاعنا. اما بالنسبه للبايب كلينر فهنحتاج بايب كلينر باللون البيج عشان نعمل شكل الرمل، وكمان بايب كلينر باللون الازرق الغامق، بايب كلينر باللون الازرق الفاتح، وكمان بايب كلينر باللون اللبني، وبايب كلينر بأفتح درجة في الأزرقات وهي البيبي بلو عشان يبقى معانا تدرجات اللون بتاع البحر. وكمان هنحتاج بايب كلينر باللون الأبيض عشان نعمل منه الموجة، ومقص ومسدس شمع. وبس هي دي كل الأدوات اللي احنا هنحتاجها، ويلا بينا على الطريقة. علشان نغلف البرطمان ده ونحوله لمنظم على شكل شاطئ بحر، اول حاجه هنبتدي بيها البايب كلينر اللي باللون البيج، وده الجزء اللي هيمثل لنا الرمله بتاعه شاطئ البحر. وبما ان البرطمان عندي حجمه كبير فبجيب كده عود البايب كلينر ده وهبتدي ان انا اقسمه كده على 4 اجزاء بالمقص، لان العود الواحد مش هيكفيني عشان يلف حوالين البرطمان. فهعمل كده حركه بسيطه وهي ان هاخد كل كده جزء من ال4 اجزاء اللي احنا عملناهم وهربطها كده، اربط جزء واحد صغير كده في عود بايب كلينر بالشكل ده علشان يبقى طويل معايا واقدر ان انا الفه حوالين البرطمان بكل سهولة. وبعد ما جهزت العود كده ببدأ ان انا بقى الفه حوالين البرطمان كده واحدة واحدة. اول حاجة كده بجيب العود وبلفه كده حوالين البرطمان كويس بايديا، والطرفين دول كده بضمهم على بعض وبربطهم كويس بايديا كده زي ما انتوا شايفين. وبالمقص بقى هشيل اي زيادات. بعد كده بركب الصف اللي فوقه، بجيب العود كده وبثبته فوق العود اللي احنا عملناه، وبخلي بالي ان كل صف يبقى لازق في اللي قبله من غير اي فراغات، لان الحركة دي هي اللي هتدي شكل المنظم شكل مرتب. وكمان من ورا بنضم الطرفين زي ما عملنا، وبعد كده بنبدأ ان احنا نربطهم كويس كده مع بعض، وبالمقص كده بنشيل الزيادات. وهكرر نفس الخطوة في تالت صف، بجيب العود كده وبثبته على البرطمان وبظبط كده الشكل كده بحيث ان ما يكونش فيه اي فراغات. حتى واحنا بنشتغل لو اي صف اتحرك من مكانه بنظبطه كده بايدينا عادي بكل سهولة. بعد كده ما ظبطنا الشكل خلاص بنضم الطرفين كده على بعض وبنربطهم كويس كده بايدينا بالشكل ده، وبالمقص بقى بنشيل اي زيادات. وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اغلف كده حوالي 6 اعواد باللون البيج على البرطمان. كده بقى معانا شكل الشط بتاع البحر جاهز. هنبدأ بقى ان احنا نغلف القاعدة بتاعة البرطمان باللون البيج. بجيب كده عود بايب كلينر باللون البيج وببدأ ان انا الفه كده دايرة حوالين نفسه بالشكل ده كده. بعد ما الف العود بالكامل كده على نفسه لحد ما اكون الدايرة، بثبت بقى الطرف الاخير ده كده لورا علشان الدايرة تثبت معايا وما تفكش مني. بعد كده بقى هجيب مسدس الشمع وهبدأ ان انا احط نقطة شمع كده على قاعدة البرطمان، وهثبت الدايرة اللي احنا عملناها بالشكل ده. وبعد كده هغلف باقي القاعدة بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده. وده بقى شكلها بعد ما غلفنا القاعدة بالكامل. بقى معانا كده الرملة جاهزة على المنظم بالشكل ده كده. بعد ما خلصنا كده شط البحر بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، دلوقتي نبدأ بقى في بداية البحر. هنغلف بقى باقي البرطمان بتدرجات الأزرق من الأزرق الفاتح لأغمق درجة في الأزرق عشان يديني كده شكل البحر الطبيعي. اجيب عود بايب كلينر باللون البيبي بلو ده وهبدأ ان انا الفه كده حوالين البرطمان فوق الطبقة البيج اللي احنا عملناها، وابدأ اظبط كده العود حوالين البرطمان كويس، وبشد الطرفين دول كده كويس على بعض وبضمهم بالطريقة دي. بعد ما اتأكدت كده ان العود مظبوط على البرطمان بتاعي مفيش اي فراغات، ببدأ بقى الف كده الطرفين دول كده على بعض وبربطهم بايديا كويس علشان يبقى متماسكين على البرطمان. وبعد كده اي زيادات بقصها بالمقص، وبعد كده بركب تاني عود فوق منها على طول، وبرده بظبط كده الشكل بتاعي وبضم الطرفين كده كويس على بعض وبربطهم كويس بايديا. وبعد كده بقى بالمقص بشيل اي زيادات.
وبكرر نفس الخطوة في باقي الأعواد. يعني مثلا التدرجات الأزرق اللي معايا دي بعمل كده 3 أو 4 أعواد من الدرجة الفاتحة بتاعة البيبي بلو، وهكذا برضو في الدرجة اللي بعدها اللي هي الدرجة اللبني. هنستمر بنفس الطريقة لحد ما نوصل للأزرق الغامق عشان نعمل تدرجات البحر كده كأننا بنرسم لوحة، مش كأننا بنغلف برطمان ولا أي حاجة. بجد الفكرة شكلها حلو أوي وسهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش مننا أي وقت. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل تدرجات الألوان من الفاتح للغامق عشان ندي كده شكل تدرجات البحر كده بشكل طبيعي كأننا بنرسم لوحة فنية. بعد كده ننتقل للون الأزرق المتوسط وهي درجة اللبن الغامقة شوية. هي طبعا مش هتبلكوا عشان فلاش الكاميرا وكده، فأنا ببدأ ان انا بقى اعمل كده الأزرق المتوسط ده. الدرجة دي هتكون في النص كده ما بين الأزرق الفاتح والأزرق الغامق اللي هيكون بعد شوية، وده اللي هيعمل لنا التدرج الجميل في ألوان البحر. وبرضه هغلف كذا عود كده حوالين البرطمان بنفس الطريقة، وبثبت كل واحد كويس كده واكمل باللي بعده. زي ما اتفقنا ان كل درجة لون بنحط لها 3 أعواد فوق بعض او 4 أعواد على حسب حجم البرطمان بتاعنا. وكررت نفس الطريقة في الأزرق الغامق اللي انتوا شايفينه ده. بقى تدرجات الألوان البحر كده بدأت تظهر، وأخيرا وصلنا لأغمق درجة عندنا في درجات الأزرق الغامق، وده هيكون آخر جزء في البحر بتاعنا. هيكمل كمان تدرج الألوان بتاعة البحر كده زي ما انتوا شايفين على البرطمان، وهنغلف بيه الجزء بتاع البرطمان من فوق اللي هي الفوهة بتاعة البرطمان كده. بنبدأ بقى ان احنا نربط برضو العود كويس جدا حوالين الجزء ده كده كويس، وبنبدأ ان احنا نقص اي جزء زيادة بالمقص، وبنكرر نفس الخطوة عود ورا عود لحد ما نغطي الجزء المطلوب. بصوا كده بقى على الشكل بعد ما خلصنا درجات الأزرق كلها. شايفين التدرج من الفاتح للمتوسط للغامق مع البيج كده تحتهم؟ بجد بدأ فعلا يدي إحساس شاطئ البحر. وحبيت كمان ان انا اضيف موجة كده للبحر. جبت عود بايب كلينر باللون الابيض وعود شيش طاووق، وهبدأ ان انا الف بقى العود البايب كلينر ده على عود الشيش طاووق ده بالكامل. بلفه كده زي شكل الحلزوني او زي تموجات كده بسيطة عشان تديني كده الويف بتاعة الموجة بتاعة البحر. بعد كده بخرج العود من العصاية بالشكل ده كده وبشده شدة بسيطة عشان احافظ على التموجات اللي فيه. وهاجي كده بقى على البحر اللي احنا عملناه كده وعلى نص البحر بالظبط، وهنبدأ ان احنا نركب الموجة بتاعتنا. بنبدأ نحط كده اللون الأبيض ده زي ما انتوا شايفين كده في النص بالشكل ده، وبنضم الطرفين كويس جدا وبنربطها برضو على البرطمان بالشكل ده كده، وبالمقص بنشيل أي زيادات. تقدروا بقى تحطوا موجة أو 2 أو 3. أنا حبيت إن أنا أحط موجة واحدة بس كده واديت لها شكل حلو جدا وكأن شكل البحر حقيقي كده. وطبعا لو انتوا وصلتوا معايا الدقيقة دي ونسيتوا تحطوا لايك، ياريت تحطوا لايك حلو زيكم عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل جديد. ودلوقتي بقى جه وقت الفقرة الممتعة بالنسبة لي وهي التزيين. هنجيب بقى نجوم البحر كده والقواقع والحاجات القمر دي، وهنبدأ ان احنا نزين الشاطئ بتاعنا. بجيب كده مسدس الشمع وهبدأ ان انا احط نقطة شمع كده واثبت نجمة البحر بالشكل ده كده على الرملة. بعد كده بقى هجيب قوقعة صغيرة كده وهبدأ ان انا اجيب مسدس الشمع واحط كده على الحواف بتاعتها كده نقطة شمع علشان لما اثبتها على الرملة بتاعتنا تبقى ثابتة معانا وما تفكش مننا. بحطها بالشكل ده كده بشكل عشوائي جدا. وبجيب قوقعة كمان كده بحجم اصغر وهبدأ بقى على ظهرها كده احط نقطة شمع علشان اثبتها كده على الرملة. والمرة دي هحط جوا منها كده لؤلؤة باللون الابيض. زي ما انتوا شايفين كده بثبت الصدفة الاول بالشكل ده كده، وبعد كده هجيب لؤلؤة باللون الابيض وهبدأ ان انا اثبتها جوه الصدفة دي علشان يدي شكل كده حلو. احط بقى نقطة شمع كده بالراحة على اللولي بالشكل ده، وابدأ ان انا اثبتها كده جوه القوقعة بالشكل ده كده بالراحة جدا وبدوس عليها شوية عشان تثبت معايا. بعد كده بقى بجيب شوية لولي كده باللون اللبني وهبدأ بقى حوالين القواقع كده. هبدأ ان انا الزقها كده على الرملة بالشكل العشوائي اللي انتوا شايفينه ده، وده هيربط جدا بين ألوان البحر وبين تفاصيل الرمل. وبعد كده بقى هوزع شوية لؤلؤ كمان من الخلف كده على باقي البرطمان عشان أنا بحب أركز جدا على باقي التفاصيل الصغيرة اللي بتكون موجودة كده على المنظم. ترى وده بقى كده الشكل النهائي لشكل المنظم اللي احنا عملناه على شكل شاطئ البحر. بصولي بقى على التفاصيل وعلى النتيجة النهائية. بجد بقى شكل المنظم تحفة حقيقي. حبيت شكل التدرج جدا خصوصا مع اللون البيج اللي عامل شكل الرمل والقواقع واللؤلؤ ونجمة البحر، واللي كملوا شكل الشاطئ وخلوه كأنه حقيقي بالظبط. تقدروا بقى ان انتوا تنظموا فيها الاقلام بتاعتكم لو انتوا بتدرسوا، او تحطوها على المكتب كده وتحطوا فيها اقلام التلوين لو انتوا بتحبوا الرسم، او تقدروا كمان تنظموا فيها فرش الميك اب. وانا اصلا عملت المنظم ده عشان احط فيه فرش الميك اب بتاعتي، وده شكله بعد ما حطيت الفرش جواه. وتحسوا كده اننا اخدنا قطعة صغيرة من البحر وحطيناها كده على التسريحة. بجد هيبقى شكلها تحفة جدا.
لكن طبعا تقدروا تستخدموه بالطريقة اللي تعجبكم، ممكن تحطوا فيه أقلام ألوان أو أي أدوات صغيرة تحبوا ترتبوها، يعني سواء استخدمتوه كمنظم فرش ميك اب أو منظم أقلام، في النهاية انتم اختاروا الاستخدام اللي يناسبكم. وبكده نكون خلصنا فكرة رقم 9 من سلسلة 10 أفكار ممتعة وسهلة من البايب كلينر. وبما اننا قربنا هنخلص السلسلة بتاعتنا، عايزة اعرف رأيكم في باقي الافكار اللي فاتت، وتفتكروا فكرة رقم 10 والاخيرة في السلسلة هتكون عن ايه؟ اكتبولي توقعاتكم في التعليقات ونشوف مين هيخمنها صح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد وفي فكرة جديدة، بحبكم جدا، سلام.